إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفوز يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، موضوعنا يدور حول قول الحق سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الكلام، الحديث، يؤاخذ عليه الإنسان خيرا أو شرا. ضرب الله مثلا بالكلمة أن هناك كلمة طيبة مثلها كمثل الشجرة الصالحة الطيبة النافعة التي تؤتي أكلها كل وقت وكل حين بإذن الله سبحانه وتعالى، لها أصل ثابت في الأرض وفرعها في السماء. فالكلمة الطيبة نافعة للبشرية، نافعة للناس، نافعة لصاحبها بعد الموت، أثرها مثمر، فهي كلمة نافعة. والكلمة الخبيثة كالشجرة المؤذية التي تضر الناس والتي ينبغي أن تستأصل من فوق الأرض، ليس لها أثاث. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن الله يثبت الذين آمنوا بالكلام الطيب، بالقول الثابت، القول النافع في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن الظالمين يضلهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وإن الله سبحانه يفعل ما يشاء. الكلام، هل أنت مؤاخذ عليه؟ هل هذا الكلام الذي يتكلمه الإنسان قد يدخله الجنة بدون عمل؟ الكلام نفسه عمل بالإضافة إلى العمل الصالح، فالكلام نفسه مثمر، إن خيرا ينفع مع العمل،
وإن كان شرا يضر أيضا. لذلك بين الحق سبحانه وتعالى أن الكلام يكتب على الإنسان، فقال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة التي يقولها الإنسان تسجل عليه عن اليمين وعن الشمال، ملائكة تسجل. ولذلك فإن عباد الرحمن وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يقولون سلاما، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بالكلام قالوا سلام. ولذلك فالمولى سبحانه وتعالى أمر في القرآن فقال: وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس كلام طيب. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قل لهم يا محمد يقولوا الكلام الطيب. أمة محمد هذه الأمة الله أمرها أن تتكلم للناس كلاما طيبا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يقول الكلام نفسه لا بد أن يكون كلاما نافعا، كلاما طيبا. ولهذا عجيب حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها من الدرجات. كلمة يقولها الإنسان تكون كلمة طيبة لا يعرف مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجازيه عليها إلا الله سبحانه وتعالى، يرفعه الله بها من الدرجات. كلمة قالها. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في جهنم. كلمة يقولها الإنسان استهزاء بدين، بالإسلام، استهزاء بالقرآن، استهزاء بالجنة أو النار أو بالملائكة. كلام يقوله الناس ليضحكون وهم لا يعرفون خطر ذلك، لا يلقي لها الإنسان بالا، يستهزئ فيهوي بها في النار. كلمة يقولها. ولهذا ما خرج الشيطان من النار ما خرج الشيطان من الجنة إلا بكلمة قالها. الشيطان ما الذي جعله يهبط؟ أهبطه الله وطرده بكلمة قالها. قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. كلمة قالها فطرده الله سبحانه وتعالى بكلمة يهوي بها العبد من سخط الله. الكلمة يقولها لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. الكلمة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الذي يؤمن بالله يقول كلمة طيبة يا إما يسكت. وقال عنها صلى الله عليه وسلم أنها صدقة، فقال: الكلمة الطيبة صدقة. وقال عنها صلى الله عليه وسلم أيضا: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إنسان مش قادر يتصدق، الكلام الطيب نفسه صدقة. مجرد كلمة تقولها كلمة طيبة. ولهذا بين الحق سبحانه وتعالى أنه قد يكون هناك كلمة أفضل من الصدقة. كلمة أفضل من الصدقة؟ نعم. قال عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قد يقول الإنسان كلمة طيبة لإنسان فقير أفضل من أن يعطيه ويذله، أفضل من أن يعطيه ويجرحه بكلمة. فالله قال: لا، الكلمة الطيبة أفضل من أن تعطيه وتؤذيه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. لذلك أيها الأحباب الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال: إن في الجنة غرفا
يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قام أعرابي فقال: لمن يا رسول الله؟ الرسول يقول: في الجنة في غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الأعرابي يقول: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام. أول شيء لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الإمام الترمذي. الجنة هذه وهذه الغرف، أول شيء قال النبي: لمن أطاب الكلام، كلامه يكون طيب. المسلم لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. ولهذا يقول المولى سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الكلمة الطيبة تقولها تصعد إلى ربك، والعمل الصالح يرفعه. الكلام الطيب هذا من شيم المسلمين، الكلام الطيب من أمة خير المرسلين. والكلام الكثير لا خير فيه، كل كلامنا هذا لا خير فيه إلا كما قال الحق سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كلام الناس الثرثرة، الحديث الجانبي، الساعات، الدردشة الكثيرة لا خير فيها إلا إذا استثني منها ذلك. لا خير في كثير من نجواهم، الكلام الذي يحاسب عليه الإنسان ويأخذ عليه الثواب، إلا من أمر بصدقة، يكون الكلام فيه حث على الصدقة، أو معروف، كل عمل خير معروف، أو إصلاح بين الناس، تصلح بين الناس. كم من كلمة أفسدت بين الناس، كم من كلمة فرقت بين زوج وزوجه، كم من كلمة أشعلت حروبا، كم من كلمة أثارت عداوات. مجرد كلمة تقولها تشعل الدنيا، تخرب البيوت، وقد تعمر البيوت بكلمة، كلمة طيبة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والذي يعمل ذلك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، الذي يتكلم بهذا الكلام أو يفعل هذه الأفعال، أمر اللي هو الصدقة أو المعروف أو أنه يصلح بين الناس، سواء قال أو فعل ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مشكلة الناس في الكلام الذي يفسد. الكلام قد يجرح والكلام قد يداوي. الكلام وإن كان كذبا وأصلح بين الناس فإنه يعتبر خيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. أنت بتصلح بين الناس، ذهبت إلى زوج وزوجته وحضروك لكي تصلح بينهم وأنت من العائلة، فجئت لتصلح بينهما، فقلت إن هذا الرجل يعني زوجك هذا رجل طيب وما قال في حقك إلا خيرا. أو الإنسان يصلح بين متخاصمين يقول هذا الرجل ما قال فيك إلا خيرا، وقد يكون قال الشر كله وجاء بالمساوئ كلها. لكن الإنسان وقت الإصلاح لا يشعل الأمر ولا يضع الزيت على النار، بل يقول الكلام الطيب. فلان هذا يشكر فيك ويقول فيك كلام طيب وأنت صديقه وأنت كذا وهكذا. لا يأتي بالكلام السيء فيقوله، مع أن هذا الشخص لم يقل خيرا فيه. وإنما المصلح يأتي بالخير، فليس هذا بكذب لأنه يصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. كل ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يهبكم من فضله العظيم.
لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: أملك عليك لسانك. أملك أي أمسك عليك لسانك، تحكم في لسانك. فقال الصحابي: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ هل كل ما نقول نحاسب عليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أن السبب الرئيسي الأول أو الأكثر في دخول النار هو اللسان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أي نتيجة هذا اللسان، نتيجة عمله، نتيجة كلامه الكثير، إما خيرا وإما شرا. فقد يشترك الإنسان في جريمة بمجرد الكلمة أو التخطيط. كلمة قالها، قال نعمل كذا وكذا وهو جالس في البيت، وأصحابه ذهبوا فنفذوا، هو ما شارك ولكنه قال فلما قال اشترك معهم وكان سببا في هذا الشر. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد، حتى كلمة حصائد هذا حصاد، كأن اللسان هذا زرع زرعا وحصد. فكان لما أدخل صاحبه النار كان حصاده حصاد شر. ولذلك من الحصاد الشر الكذب. فالكذب ما هو إلا كلام باللسان، كلمة، الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن حصاد اللسان أيضا قول الزور، ما هو باللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الصحابة يقولوا أن الرسول كان متكئا، كان نايم أو متكئا على يديه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. قول الزور هذا ليس فعل وإنما قول، كلمة قالها الإنسان، شهد شهادة زور فأدخل بريئا في غياهب السجون، وأضاع الحقوق بكلمة، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ومن حصاده أيضا هذا اللسان أو الكلمة الخبيثة منها النميمة، وهي كلمة، بل نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد وليس على وجه الإصلاح. يمشي بين الناس فيجلس مع فلان جلسة يشرب معه الشاي ويجلس معه فترة، ويذهب إلى آخر فيقول: كنت جلس مع فلان وتكلم في حقك كلاما سيئا، قال عنك كذا وكذا وكذا. هذا الكلام أفسد بين الناس. هذا الكلام، نقل الكلام بين الناس لوجه الإضرار أو من أجل الإضرار بين الناس. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. لينقل الكلام بين الناس لا يدخل الجنة. وفي حديث صحيح مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر رجلين يعذبان من الصحابة، اثنين من الصحابة يعذبان في القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. اثنين من الصحابة في القبور النبي مر عليهما يعذبان. أما الأول فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه، أنه كان يتبول فيأتيه الرذاذ على ملابسه فيصلي فلا تقبل له صلاة بذلك. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الآخر كان نمام، يجلس مع هذا وينقل الشر إلى الناس. ومن حصاد اللسان أيضا
الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك المسلم في غير وجوده وهو غائب عنك، فتقول تجلس مع واحد تقول فلان هذا ده كذا، وتأتي بكلام تطعن في شرفه وفي عرضه. فقال الصحابة يا رسول الله إن كان فيه ما نقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كان فيها هذا العيب فأنت اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه. بهته يعني افتريت عليه، وصفته بوصف ليس فيه. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن أيها الأحباب الكرام، ما أحوج هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن تتكلم كلاما طيبا، وأن تنشغل بذكر الله أكثر من الحديث بين الناس والإيقاع بين الناس وبين الكلام الذي لا طائل منه ولا فائدة فيه. ما أحوج هذه الأمة إلى أن تعرف دينها جيدا، فتعرف أنها تؤاخذ على كل قول تقوله، وكل لفظ تتلفظ به يسجل عليها، فيوضع إما في الخير وإما في الشر. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتكلمون كلاما طيبا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحبتي في الله، أذكركم بالإنفاق في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إني داع فأمنوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرى